واحده اتجوزت وجوزها زي اي شاب كان بيحب بنت ايام الجامعه، حب المراهقه اللي انتوا عارفينه بتاع الشباب، لكن الجواز حاجه تانية. اتجوزت اختنا وصديقتنا صاحبه المشكله دي، وما شاء الله ربنا كرمهم بطفلين وعايشين كويسين، وهو بيسافر يشتغل بره وبيروح وبيجي عليها. تسكت؟ لا، دخلت الشيطان في دماغها وعملت اكونت جديد باسم حبيبته اللي كانت ايام الجامعه، ودخلت تكلمه علشان تشوف هو لسه بيحبها وحاططها في دماغه ولا لا. هو بقى طلع اذكى منها، شك انها هي وراح سالها هو انت عملتي اكونت جديد؟ قالت له ولا عملت اكونت ولا حاجه. المهم راح كلمها على سن هي حبيبته، وكل ما تجيب له سيره مراته يتهرب من الكلام، يتنرفز ويقول لها ما تجيبليش السيره دي، وهي تهري وتنكت في نفسها. بس انا بقى وهي بتحكي لي انا فهمت ان جوزها عارف انها هي، بس ما رضيتش اقول لها الا لما اسمع بقيه الحكايه. المهم فضلت تتكلم معاه لغايه ما ابتدت تتضايق جدا من ردود فعله كل ما تيجي سيره مراته. بعد كده بقى اعترفت له ان هي مراته، وقفلت التليفونات وعملت مشكله كبيره، وحماها عرف وخد منها التليفونات ولمت هدومها ومشيت راحت بيت ابوها. جوزها بقى بعت لها ان هي تروح لانه بيقول لها انا كنت عارف ان انت، وانا جيت قبل كده اتكلمت معاكي وانت انكرتي. المهم بقى ان هي تصافوا ورجعت، بس جوزها بقى بعد ما رجعت ما بقاش يتعامل معاها زي الاول، وهي متضايقه من المعامله دي وعايزه ترجع معاه زي الاول. فتسالني هو انا غلطانه؟ وقالت لي ان هي حاسه انه بيضحك عليها وما كانش عارف انه هي، كان مفكرها حبيبته، بس هو عمل كده علشان يلم الدور. انا بقى قلت لها انت مش غلطان، انت 60 غلطانه. اكبر غلط ان الستات بتسمح للشيطان انه يدخل بينها هي وجوزها، وتعمل اكونت وتجيب خط جديد وتكلم جوزها على اساس ان هي واحده ست تانية وتحطه في موضع اختبار. دي كارثه. قلت لها حاولي انت بقى ترجعي علاقتك بيه زي زمان، لانه واخد موقف، وبصراحه حقه، ومحدش يقول لي مش حقه، لا، لانها ما شافتش منه حاجه، هو تقريبا من الفضا دماغها سوحتها. قولوا لي بقى انتوا رايكم، هي غلطانه ولا لا؟